السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم حسن لالوسي صاحب مدونة ارتنولوجي. اليوم عندنا درس اللي وعدتكم به هو تلوين الصور الأبيض والأسود. طبعا الدرس سويته على صورة قديمة بالبداية. بس شفت إن الدرس يطول، يعني الصورة القديمة تحتاج تفاصيل أكثر بالتلوين، فأنا راح أوضح لكم مجرد الفكرة بشكل عام على صورة محولة لأبيض وأسود. وإن شاء الله تفهمون الفكرة إنه كيف إحنا حولنا الصورة من أبيض وأسود إلى ألوان. هذه الصورة هي راح نلونها اليوم. صورة أبيض وأسود عادي، يعني هي كانت يعني بألوان، بس مسويها يعني تأثير أبيض وأسود، راح نحولها نرجعها إلى ألوان. بهيج حالة احنا نقدر نحول أي صورة أبيض وأسود إلى ألوان. هاي التطبيق اللي احنا راح نسويه. تشوفون البنت ملونة وراها كلها أبيض وأسود. نضيف الصورة بالفوتوشوب، أي نسخة من الفوتوشوب. فكرة التلوين انه احنا راح نحدد جزء جزء ونضيف له adjustment layer او فلاتر التلوين الموجودة على مود يصير الصورة ملونة. تقدر تحدد بأي وسيلة. أنا مثلا راح أختار هاي الأداة. بأي وسيلة تقدر تحدد، أو مو إلا تحديد مضبوط 100%. أنا راح أختار هاي الأداة. راح أحدد في البداية الشعر. الفكرة إنه إحنا راح نحدد جزء جزء نفس ما قلت لكم، ونجي نلونه. والتحديد مو إلا مضبوط لأن نقدر نتحكم بيه بعدين. مثل ما تشوفون قاعد أحدد هسه. أنا حددت الشعر. ورا ما نحدد الجزء اللي نريد نلونه، بعدين نروح على أي أداة من أدوات الادجستمنت، يعني كل هاي تقدر تلون بيهن الكولر بالانس أو الهايستريشن، كل هذني. بس نروح على الكولر بالانس. نلقاها من هاي الأيقونة اللي جوا adjustment layer. وبعدين على الكولر بالانس. هذا نضاف الكولر بالانس. راح نسوي اللون أصفر. تقدر تسوي أحمر مثلا، لون شعرها أحمر. تقدر تسوي أزرق، بكيفك. مثلا شفته اللون أصفر حلو يعني، ومناسق ويا مناسق يعني ويا الصورة عادي. طبعا هو على ذوقك. مثل ما تشوف هسه هنا يعني أداة بالتفصيل تشوفون هنا بعدها أبيض وأسود ملونة. شلون نقدر نلونها؟ نحدد اللاير مالتنا اللي هي adjustment لاير، نحدد مالتنا الماسك يعني محدديه. ونروح على أداة الفرشاة. من أداة الفرشاة نتأكد إنه مالتنا الألوان من الأسود إلى الأبيض. من الأسود إلى الأبيض معناته المسح. لما نسوي من الأبيض إلى الأسود معناته الإضافة. يعني هسه لما أجي أسويها من الأبيض للأسود تشوفون دا يضيف لي اللون، بس إذا أسويها من الأسود للأبيض راح يمسح اللون. يعني مثلا هسه أنا عندي هذا زايد، أسوي من الأسود للأبيض انمسح. فكرة التلوين طبعا بسيطة نفس ما قلت لكم. هي مجرد انك تحتاج لها، يعني هي مجرد فكرة جتك، ويعني ها هي تقدر تطبق عليها بكل بساطة. انك تحدد اي شي وتلونه. هسه راح الون لونها. قلت لكم تحديد مو الا مضبوط. طبعا الصور هذني يكون تلوينهن اسهل. الصورة اللي هي اصلها ملونة بس ضايفين لها تأثير اسود وابيض، يكون تلوينها اسهل من الصور اللي هي اساسا قديمة، لان الصور القديمة تكون جودتها مو عالية. هاي الصور جودتها عالية فدي يكون تلوينها اسهل. لهذا انا سويت الدرس على هاي الصور، على مود يصير الدرس مدته قليلة.
نروح همين على color balance. لون الجلد نخليه شوية أصفر، وبعدين نخليه على أحمر. صار لون الجلد مضبوط، يعني تشوفون قدامكم. هسه اذا نخفي تشوفون، يعني هسه انا خفيت اللاير، اظهرته، صار لون الجلد مضبوط قدامكم. هم يعني اذا عندي اضافة مثلا، اروح على اداة الفرشاة واضيف. عندي مسح، اسويها من الاسود للابيض وامسح. هسه اللون مالت الفستان ما ادري بدي، المهم هم راح احدده. حددت الفستان على الكلر بالانس. هو اسود، فد اذا نطوخه اكثر راح يصير اسود، يعني اسود على ماروني هيك شي. كيفك انت الالوان انت تختارها يعني، وتشوفها شنو اللي يتناسق ويا شوف هسه احنا عندنا هنا غلط، اما راح على الفرشات نخليه من الاسود للابيض. آه كل الفكرة انك انت تختار شنو اللون المناسب الك، يعني ماكو فد شي، ماكو قاعدة اساسية. انت تجرب كل الالوان، وتظل تجرب شنو الالوان اللي تقدر تسويهن على مود تطلع عندك مضبوطة، يعني تطلع عندك الصورة ملونة مضبوطة. هسه اعتقد صار تقريبا مضبوط التلوين مالتنا. طبعا بأخطاء شوية لأن أنا استعجلت بالدرس، أكيد يعني بأخطاء. بس تشوفون إن الصورة صارت أبيض ملونة، معناها هيك كانت أبيض وأسود. أو بيش طريقة تقدر تلون أي صورة. طبعا أكو هسه من الفيديوهات اللي سويت يعني عرضتها عليكم زمان، هاي الفيديوهات اللي قدامكم قدرت ألون مارلين مونرو مونرو. وهاي الصورة هي نفسها اللي سويتها فيديو تلوين. الدرس بسيط إن شاء الله. الشرح مقدم من حسان لالوسي صاحب مدونة ارتنولوجي. أي استفسار أو طلب راح تلقون بصندوق الوصف رابط المدونة على الفيسبوك، وتقدرون تكتبولي تعليق همين أرد عليكم، وأنا متوفر بأي مكان. اللي ما عنده فكرة أبدا عن أي شي في الفوتوشوب، هنا أنا راح يلقى دورة أدوات الفوتوشوب. هنا أنا مجرد يدوس عليها راح يشوف دورة كاملة للفوتوشوب من تدريسي. ومناسبة التلوين قلت لكم تقدرون تشوفون هاي الفيديوهات على مود تعرفون شنو يعني التلوين، وبيش نقدر نستخدم هذا الدرس. شكرا على مروركم.